واخيرا الدراما بين بيسان ومس دعاء ظهرت للعلن. اخر همي هذا الفيديو لو كل العالم بدها تزعل مني. فبعد صداقة قوية صادقة مليئة بالوفاء والمحبة والايفنتات والغناء وتسريب الاغاني، بيسان اسماعيل ودعاء كل مين راح بطريقه بدون ما نعرف ليش وكيف وشو صار. مصدوم. واليوم عرفنا شو الدراما يلي صارت بالضبط ورح نحكي لكم اياها بالتفصيل. جيتوا وركبتوا فلومي عليها للبنت سبب الخلاف هيك بالخط العريض، حاطين لي اياها وجود شخص كان بحياتها للمس ببيتها لبيسان ومنكيات ومنكيات. لا حبيباتي فهميني الموضوع كتير غلط. يلي فضح السر هي باتريسيا يلي عم بيقولوا انها مديرة اعمال بيسان، طلعت بشكل غاضب ممتعض وغير راض عن الكلام يلي عم بيصير. هجمته بما فيه الكفاية. اخر همي هذا الفيديو لو كل العالم بدها تزعل مني وصاري منك بيسان. بالبداية باتريسيا حكت انه ما بتحب تظهر على السوشيال ميديا، بس هالمرة رح تظهر وتحكي وبدون علم بيسان كمان. احترامي لإلك بيسان، بعرف هذا الفيديو كتير حيزعجك لانه لو كان بدي كاني احكي كنت حكيت من زمان لما تهجمتي، بس منعتيني احكي. كلكم هجمتوا بيسان وعملتوا علي اخبار. باتريسيا وضحت انه القصة بلشت من قبل حفل توزيع جوائز جوي أووردز يلي ترشحت فيه بيسان ل3 جوائز، واحدة منهم هي المؤثرة المفضلة، وبيسان ما بدها الجائزة، لهيك قررت تدعم المس دعاء. فوتوا على favorite female influencer، تدخلوني انا اكتبوا مس دعاء. وبالمقابل أكيد المس دعاء يلي تعتبر الصديقة المقربة لبيسان اسماعيل بهديك الفترة لازم تدعم أم البيس بفئة أفضل وجه جديد عن فئة الموسيقى. البيسان وين ما لقيت صورتها صوت كنوع من رد الجميل يعني. هون المس دعاء عملت شيء قلب الدنيا كلياتها، وهو إنه المس طلعت لايف وطلبت من المتابعين يدعموا بنت بلدها وجدان يلي هي بنفس الفئة يلي فيها بيسو. هون بيسان زعلت وعاتبت المس، بتقوم بتقلها صديقتنا انه استحيت منها وانا اصلا ما بتعني لي، بس استحيت منها وبالخجله ومدري شو. ما في شيء اسمه بالخجله لما شخص يطلب من ملايين الفولورز اللي عنده يصوتوا لك ويعطوك فئه الانفلونسر اللي هي استغنت عنها، انت بالمقابل تطلبي انه يصوتوا لفئه ثانيه اللي هي كمان مترشحه عليها، اللي المفروض تكون بس فريند تبعك ومثل اختك. بس تبرير المس ما كان كتير مقنع بالنسبه لام البيس. لا ما كاين حتى شي خلاف، بالعكس انا كان عزيز عليا ديك البنت وان شاء الله ربي دائما موفقها وغيوفقها اكثر واكثر. هون انتهت علاقتهم. باتريسيا اضافت شيء كتير مهم عن قصه اكس المس دعاء يلي عزمته بيسان، وقالت انه هالشيء ابدا مو صحيح. لا حبيباتي فهميني الموضوع كتير غلط. هذا الشخص اللي كان ببيتها لبيسان هذا كان عم بيعمل الفيز ليطلع على جوي أوورد. بيسان والمس كان عم بيحضر لهم الفيز، يعني وصل على بيتهم تيحاطيهم لوراق. شو بدكم